أستاذ إبراهيم حجازي. أستاذ إبراهيم، ازيك؟ الحمد لله. مساء الخير يا كابتن فتحي. مساء الخير استاذ ابراهيم، ازيك؟ وحشنا. حضرتك ربنا يخليك. أستاذ إبراهيم، رأي حضرتك إيه في هذه الأزمة؟ هي دلوقتي الأزمة الأمن مش عايز الماتش يتعمل خالص ولا؟ هو الأزمة إنه الأهلي لازم يقدم للاتحاد الأفريقي خطاب ضمان أمني لنادي البن الأثيوبي وللحكام والمراقبين من وزارة الداخلية في يعني المصرية. ووزارة الداخلية رفضت إقامة هذه المباراة ورفضت أن تعطي الأهلي خطابات التأمين، والاتحاد الأفريقي حدد للنادي الأهلي مهلة لغاية بكرة الظهر إن ما استلمش هذه الخطابات فهيطلب من البن الأثيوبي إنه ما يجيش القاهرة، وهيعتبر النادي الأهلي منسحب من دوري الأبطال الأفريقي ويوقع عليه عقوبة الانسحاب وهي الحرمان 3 سنوات من المشاركة في دوري الأبطال الأفريقي. يعني الامن مش عايز ان يدي تأمين المباراه رغم انها معموله في استاد الكليه الحربيه، رغم ان الامانه العامه للقوات المسلحه ادت الموافقه على استضافه المباراه في استاد الكليه الحربيه واقامتها بدون جمهور. طيب يعني دلوقتي المباراه من غير جمهور وفي استاد الكليه الحربيه وداخل الكليه الحربيه احنا بنتكلم على كاننا في الوضع سكنه عسكريه يعني. سكنه عسكريه يعني. والامن مش موافق على اقامه المباراه. لا. طب احنا قاعدين ليه؟ ما نقوم نروح بقى كلنا يعني، احنا ملوش لازمه الكلام خالص في اي حاجه. والله هو الاستاذ حسن مسكاوي قال انا عايز حد يطلع يقول لنا يا جماعه احنا مش عايزين كوره في مصر 2 3 ونستريح كلنا، يعني تقريبا انا بتصور يعني، انا بقول يعني من خلال قناه الاهلي ومن خلال طرحه الجميل ده بقول يعني انا كلامي بقى لسياده المشير يعني شخصيا. بقول لسياده المشير ما ينفعش ان مصر ان سمعتنا توصل ان احنا مش عارفين نامن ماتش كوره بدون جمهور. 30 واحد جايين ولا 40 واحد جايين مش عارفين نامنهم في مصر. احنا مصر ما زالت هي يعني ايا كانت الامور اللي حصلت كانت امور خارجه عن ارادتنا كلنا، وان احنا كنا متعرضين لمشاكل كثيره خارجه عن ارادتنا، انما مصر ستبقى باذن الله. يعني هي دي دائما هي الامن والامان في مصر. اذا ما كناش قادرين فعلا نامن 30 واحد جايين يبقى نقفل الدكانه دي ونقفل ونشوف كل واحد بقى يشوف له حاله ونقف فيها وتطفي النور انت عندك ونمشي بقى خلاص، يبقى ملوش لازمه يعني. عايز اقول يعني احذر من فكره ان ما حدش واخد باله في وسط الصخب العالي اللي احنا عايشينه وان احنا ما حدش بيسمع بعض، ان المساله ما هيش كوره ولعب، وانها لعب كوره وفرقه بتكسب وكوره يقول لك بلاش كلام احنا فاضيين للكوره دلوقتي. كره القدم إذا وقفت بهذه الصورة وإذا حصل هذا الكلام وإذا تم الكلام اللي بيحصل ده الله لا يقدر، أنا متأكد إن شاء الله إن مش هيحصل الكلام ده، إنما لو حصل ده وإن إحنا بعتنا والنهارده وقلنا إن مصر مش قادرة تأمن فرقة البن الأثيوبي، إحنا مصر مش قادرة تأمن فرقة جاية من إفريقيا مش قادرين نأمنهم، دي هتبقى كارثة علينا لسنوات طويلة. دي نمرة 1. نمرة 2 ما حدش واخد باله ان توقف النشاط اللي موجود ده برضه الناس فاكره انه لعب، توقف هذا النشاط هيأخرنا سنين طويله جدا فيما يخص الرياضه، وخاصه ان هي موقوف حالها من سنين طويله. احنا ما عندناش رياضه اصلا عشان تقف، لو وقفت احنا هنرجع تاني من اول هتموت يعني. عايز اذكر بس من خلال حضرتك ومن خلال البرنامج، عايز اذكر ان مصر عضو في اللجنه الاولمبيه الدوليه من 101 سنه. من قبل ما اول دوله دخلت في المنطقه دي كلها اللجنه الاولمبيه الدوليه كانت بعدينا بنصف قرن، ب 50 سنه. وهي الدوله رقم 14 في تاريخ اللجنه ايوه احنا دوله مؤسسه في اللجنه الاولمبيه الدوليه. فلو احنا النهارده مش عارفين الحاجات دي كلها، لا النهارده مش معنى طياره تقف نمنع ركوب في الطيران او نلغي الطيران. مش معنى حادثه تحصل حصلت حادثه واللي حصل وفي قضاء شغال في ناحيه وفي قرارات رياضيه متاخده في ناحيه الناس موافقه عليها متفقه في بنحتكم للقانون ونحتكم للنظام ونحتكم كل واحد من حقه ان يتظلم ويصل تظلمه لاعلى جهه موجوده اللي هي الاتحاد الدولي لكره القدم. ده موضوع وده موضوع، انما نقدر نقول ان مصر مش نقدر يبقى كده ما فيش ولا سايح هيجي. دي شهاده دامغه لينا ان احنا بلد لا فيها لا امن ولا امان وبقينا في غابه. ده الغابه حتى فيها، ده الغابه يا اخي عايش فيها الارنب وفي عايش فيها الاسد. لا الارنب اللي ملوش حيله في اي حاجه عايش والاسد عايش. الغابه اللي هو الكبير بياكل الصغير فيها، لا كله عايش فيها وكله قادر. احنا ما وصلناش ان احنا عارفين نبقى غابه مش قادرين نحمي 30 واحد جايين عشان يلعبوا كوره، يبقى انا هحمي فوق سياحه ازاي؟ هحمي حاجه ازاي؟ ومفيش جمهور.
انا شايف ان في القرار فيه يعني في نوع من العصبيه، في قرار في حاجه مش يعني يبدو بس ما حدش واخد باله من المساله. انما لابد ان نراجع انفسنا في هذا الكلام. لابد اذا كان وزاره الداخليه، انا بناشد السيد وزير الداخليه، وهم يعني ما شاء الله على الامن ما يرجع ما شاء الله. بالظبط، اللواء محمد ابراهيم عامل اضافه حقيقيه والناس بيقدموا حاجات كثيره جدا، وكل وانا بناشد كل مصر النهارده في مثل هذه الامور. احنا الحكايه مش ماتش كوره، انما الحكايه ان احنا بنقول يا ان احنا نقدر يا ما نقدرش، يا احنا متنا يا عايشين، يا احنا بقينا فوضى وخلاص بناكل في بعضينا وفي غابه، يا ان احنا بلد متحضره. ده احنا مصر، احنا عارفين عندنا حضاره من قبل ما في ناس ثانيه ما كانش عندهم لا شمس ولا ظل ولا عندهم اي حاجه في الدنيا. ما ينفعش هذا الكلام يعني. واعتقد يا استاذ ابراهيم ان حضرتك يعني هتنضم لمجلس اداره النادي الاهلي في مناشده المشير طنطاوي. انا بناشد السيد وزير الداخليه. المساله مش هتوصل اكتر من كده. بس نتكلم في هذا الموضوع، لان احنا اذا قلنا مش عارفين نامن 30 واحد جايين يلعبوا ماتش كوره بدون جمهور، يبقى احنا مش هنقدر نامن فوت سياحي جاي، مش هنقدر نامن اي حد جاي، مش هنقدر نامن البعثات الدبلوماسيه اللي موجوده عندنا، مش هنقدر نامن اي حاجه. يبقى احنا نقفل احسن، يبقى نقفلها وخلاص، ونقول بقى كل واحد يشوف حاله بقى، ونشوف الدنيا كلها. ده اللي اقدر اقوله في هذا الكلام. يا رب تتحل الازمه. انا متاكد ان السيد وزير الداخليه هيراجع. ممكن يكون حد بس اللي قال هذا الكلام ما يكونش هو على علم بهذا الموضوع، او مش على علم بهذه، مش مدرك ابعاده يعني.